يا مساء الفل والحب والسعادة على كل فانزاتي الحلوين. أنا بس طالعة كده عايزة أدي نصيحة لكل بنت لسه مش متزوجة وكل شاب خاطب. يعني أرجوكوا كده قبل ما تدخلوا مرحلة الحياة الزوجية المقدسة اللي هي فيها تفاصيل كتير قوي وفيها حاجات كتير قوي انتوا لازم تعرفوها علشان خاطر تعدوا من المرحلة بتاعة الجواز ومشاكلها بسلام، تعرفوا ازاي تحلوا مشاكلكم. كل واحد فيكم كده يهدي التاني حتى ولو بكتاب علشان خاطر يقرأ قبل ما يدخل المسؤولية دي ويعرف عنها أكتر ويعرف عن تربية الأولاد أكتر، علشان خاطر الجواز مش مجرد رحلة كده احنا طالعينها وخلاص. لا، ده في نجاح وفي فشل، في سعادة وفي تعاسة، في ان احنا ممكن نندم على قراراتنا لو احنا ما كناش اخدين القرار الصح والشخص المناسب سواء للراجل او للست. فياريت نهتم شوية قبل ما نخش مرحلة الجواز بالعلم والمعرفة والثقافة، علشان خاطر مشروع الجواز ده يعني مشروع لازم تدخله وانت عايز تنجح فيه، يعني تنجح فيه طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بس زي ما بنقول لكل مجتهد نصيب في كل حاجة. حتى لو انت اجتهدت في حياتك الزوجية وبذلت مجهود علشان تنجح فيها هتنجح، ولو استسهلت واخدتها كده يلا بقى